مساء الخير. معانا النهارده رنا. رنا كان عندها مقاسات كبيره كقصر نظر، كانت بتلبس نظاره اللي هي يعني نقدر نقول عليها قعر كوبايه، يعني نظاره بتبقى مقاساتها معديه ال10. فرنا احنا النهارده بعد تاني يوم بعد 10 ايام من العين التانية اللي احنا عملنا لها زراعه عدسات. رنا ما كانش نقدر نعمل لها عمليات تصحيح بالليزر لان المقاسات كانت كبيره على سمك القرنيه بتاعها، فما كانش ينفع نعمل اي تصحيح بالليزر، فلجأنا الى الاختيار الثاني اللي هو زراعه العدسات. قول لنا بقى يا رنا، دلوقتي انت كنت رؤيتك لما كنت بتبقي قلعه النضاره قبل ما تعملي العمليه، كانت النظر عندك عامل ازاي؟ كنت بتشوفي ايه يعني؟ يعني ما كنتش بشوف اي حاجه، لازم ابقى مقربه الحاجه مني قوي عشان اقدر اشوف. يعني لو حضرتك قاعد قدامي كده ما كنتش اشوف بصوره واضحه يعني خالص. كان لازم نضاره. ولو كنت النضاره مثلا وقعت منك في الشارع؟ لا مش بشوف اي حاجه خالص. طيب احنا دلوقتي عملنا عمليه زراعه العدسات، انت جوه العمليه كان اول في وجع او الم، او الامور مشيت عليكي بشكل كويس ولا كان في اي مشاكل؟ لا ما كانش في الم خالص. طيب ولا بعد العمليه، يعني طول فتره البنج ما كانش في وجع. وبعد ما روحتي؟ بعد ما روحت برضو ما كانش في وجع، لحد ما بدات اشيل الغطا ما كانش فيه وجع خالص. طيب بالنسبه لتحسن النظر، حسيتي ان هو تحسن النظر كان قد ايه بعد العمليه؟ يعني اول ما عملنا العمليه النهارده بدات الرؤيه تتحسن بقى، تشوفي الحاجات من غير نظاره امتى؟ هو اول يوم كانت عيني متغطيه، اول ما شلت الغطا بدات اشوف، يعني كان في شويه زغلله كده، بس بعديها بيوم او يومين راحت وكنت شايفه كويس الحمد لله. النهارده بقى الدنيا عامله ايه؟ النهارده حلو جدا، كويسه؟ زغلله ولا اي حاجه الحمد لله. طيب يعني هو دايما بنقول عمليه زراعه العدسات، عشان يعني الناس دايما بتسال امتى اعمل زراعه العدسات. زراعه العدسات للناس اللي ما بنقدرش ان احنا نعمل لهم تصحيح بالليزر، فبنلجأ لزراعه العدسات، ونتيجتها يعني زي ما رنا معانا نتيجتها بالظبط زي التصحيح بس بطريقه تانية. فالنهايه بتاعتنا ايه؟ ان احنا نقدر ان احنا نمشي ونمارس حياتنا بشكل طبيعي ان شاء الله من غير نظاره باذن الله.